النهارده مسار حلم حياتي. انا دي اكتر عربيه نفسي الناس تشوفني فيها، اكتر عربيه نفسي اسوقها، اكتر عربيه نفسي استخدمها بشكل يومي، والعربيه دي تقدر تتساق بشكل يومي. يلا بينا. دي اقوى 911 تربو اس في التاريخ. دي البورش 911 ال 992، اقوى واسرع واهم واجمد 911 تربو اس في التاريخ. بتدور على عربيه؟ افتح هتلاقي هو اكبر سوق لبيع وشراء العربيات في مصر، وتقدر تتابع من عليه اسعار او تبيع او تشتري اي عربيه سواء كانت فاخره او مستورده او حتى عاديه. والاهم من لما تفتح هتلاقي عربيات وبس. يلا بينا. في الطبيعي طبعا في عربيه زي كده انا اكيد هبدا بالموتور لوجيكلي، يعني بشكل عام الموتور في العادي في اي عربيه بيبقى موجود قدام، بس العربيه ديت رير انجن، الموتور بتاعها موجود ورا. والموتور قصه كبيره قوي، يعني موتور فلات 6 منبطح 3750 سي سي. يعني ايه بالجدعنه كده بيقولوا ان هو 3800 سي سي توين تربو بقوه 640 حصان و800 نيوتن متر. وزي ما قلت قبل كده دي اقوى تربو اس في التاريخ، والفتره من الفترات كانت من ضمن التوب 3 اسرع من 0 ل 100 في تاريخ بورش كله بالكامل. المبهر في التربو اس على فكره عمره ما كان القوه الحصانيه ان هي 640 حصان و800 نيوتن. في عربيات كتير جدا مطلعه 640 حصان واكتر من كده كمان، بس في زي كلمه كده بتتقال في يعني مجتمع العربيات الغربي بشكل عام: it's not about power, it's all about how you deliver power. فهو الموضوع مش متعلق بالقوه العربيه دي مطلعه كام حصان، الموضوع كله متعلق انت بتوصل الكام حصان دول على الارض بشكل عامل ازاي. هديكم مثل بسيط جدا كده في السريع: عربيات زي موستنج مثلا او غير موستنج، عربيات كتير اقوى بكتير جدا من النوع اللي توربو اس على فكره، بس توصلهم للارض كارثه. عربيه زي موستنج انت بتدوس نص الدواسه من هنا، عربيه بتلف بجنون بتدور على اقرب عمود عشان تخش فيه. هنا الوضع مختلف، هنا العربيه دي سريعه وسريعه بجد مع مجموعه تانية كبيره جدا من العوامل اللي هنتكلم عنها. بالمناسبه دي اول حلقه في حياتي من 8 سنين اصورها من غير سكريبت، لان الموضوع ان انا اسكريبت في عربيه زي كده موضوع صعب جدا ان انا ارتب الكلام واطلعه يعني من غير مشاعر. تعالوا نتكلم بقى بلغه الارقام شويه. ال 640 حصان دول بيوصلوا القوه بيستلمهم منهم فتيس بي دي كي، بورش دبل كابلنج، من 8 سرعات، اللي هو من الاخر فتيس ديول كلاتش. بس ده مش اي فتيس ديول كلاتش، ده ان ما كانش اسرع فتيس ديول كلاتش في التاريخ فهو فتيس سريع بهبل وغباء. مفيش محترف ساق العربيه دي الا وانبهر بسرعه التبديل ما بين النقلات. ما قالش ان هي حلوه، قال ان هي مبهره في التبديل ما بين النقلات. المهم ان الفتيس ده بيوصل القوه للاربع عجلات. هو رير بيس، يعني في العادي هيوصل القوه للعجلات اللي ورا، بس في ظروف السواقه انت مثلا بقى في كورنرات ومش عارف ايه وبتاع بيوصل جزء من القوه للعجلات اللي قدام. ركز بقى في التفصيله دي. في الطبيعي العربيات اللي من النوعيه ديت من الدفع بتوصل ايه، جزء كده على طرف المعلقه للعجلات اللي قدام. هنا لا، هنا بتقدر توصل لغايه 500 نيوتن متر من اصل 800، يعني اكتر من النص للعجلات اللي قدام لو الموضوع يتطلب حاجه زي كده. فانت متخيل توصيل القوه للاربع عجلات ده وصل لانهي مرحله؟ الاحسن والاعقد ان النظام معقد جدا، سريع جدا في الحسابات بشكل غير طبيعي. العربيه دي في برضه في فتره من الفترات كانت عامله تايم على النوربورجرينج في النورشلايفه اقل من 8 دقائق، كانت 7 دقائق وحبه. الرقم ده مبهر. لو انت مش فاهم انا هحاول احط لكم على السكرين في اي مكان، يعني في السكرين ارقام التسارع بتاع العربيات اقوى واغلى واسرع منها بكتير جدا، بس على التراك ده في النورشلايفه اللي لو انت يعني ما تعرفش هو جزء معقد فشخ من النوربورجرينج، حاجه بشعه فيها حوالي 130 منعطف 130 كورنر، فهو اختبار حقيقي لطريقه حركه العربيه دي. وبرضه اللي ما سالش عربيه بورش لو انت ما تعرفش، يعني
بورش واحده من اعقد واحسن العربيات اللي بتتحرك هندسيا في التاريخ. فكك من الخطوط المستقيمه، بشكل عام العربيه ديت في الكورتر مايل، سباق الكورتر مايل بتاعها بتعمله في حوالي 10 ثواني ونص. وبالمناسبه رقم مبهر على العربيه ستوك، مبهر يعني. حد يجي يقول لي مثلا عربيات زي الهيل كات، الديمون، الريد اي، الكلام ده كله اسرع منها في الكورتر مايل، كويس. بس دي تقدر تاخدها في الكورتر مايل، تقدر تاخدها في تراك سيركت، تقدر تاخدها في دراج ريس، تقدر تجري بيها بكل اشكال الجري والقوه. العربيه من 0 ل 100 اوفيشال رسميا في 2.6 ثانيه، فعليا على ارض الواقع في 2.5 ثانيه من 0 ل 100. ولو ما تعرفش دي سوبر كار، كويس. رقم 2.5 ثانيه من 0 ل 100 ده هو عدى مرحله السوبر كار ودخل في مرحله ان هو هايبر كار. العربيه سريعه جدا من 0 ل 100. التوب سبيد بتاعتها برضو اوفيشالي 330 كيلومتر في الساعه. العربيه التوربو اس دي على وجه التحديد. الاهم بقى من كل ده ايه؟ برضو اهم سر واهم حاجه في منظومه الدفع دي. منظومه الدفع ديت لو ما تعرفش فهي اعتماديه جدا جدا. في واحد في امريكا او اوروبا قطع ب 911 توربو اس، طلعوا بسبيكس خاصه اعلى شويه وكاوتشات مختلفه وبتاع. المهم ان هو قطع بالموتور ده في 5 سنين 330 الف كيلو متر. لو حاسس ان الرقم مش مبهر على 5 سنين، فاحنا مش بنقول ان في عربيه كرولا مشيت 330 الف كيلو في 5 سنين، احنا بنقول ان في عربيه 911 توربو اس توين توربو، عربيه سوبر سبورت مشيت الرقم المخيف ده في 5 سنين 330 الف كيلو. الادهى ان هي معروضه للبيع بالحاله دي، فهي لسه فيها الموتور لسه فيه كتير جدا ومعروض للبيع، ودخلت مزاد واتباعت باكتر من 90 الف دولار في الغرب. ده رقم كبير جدا، فهي العربيه لسه فيها كتير. دي نقطه كده على جنب، ده كده في السواقه الديلي رايد. العربيه دي تخليك يعني تتلكك عشان تنزل تجيب بيها عيش مثلا. الحاجه الثانيه ودي الاهم، العربيه دي على قد ما هو الموتور قوي وتوين توربو الا انك تقدر تبوش الموتور دوت تو ذا ليميت، تو ذا اكستريم ليميت، من غير ما يعطل او يتكسر. في الطبيعي اي سوبر كار بتعطل على نفسها، بتتلكك عشان تبوظ. ده برضه لو ما تعرفش المعلومه ديت يعني. العربيه دي تقدر تعمل بيها لانش كنترول مره في الثانيه في الثالثه في العشره في ال20 في ال40، لا فتيس هيسخن ولا هتقول لك العربيه باظت ولا حاجه هتتكسر. وكل مره هتعمل فيها لونش كنترول واحد في ظهر الثاني في الثالث في الرابع، في جميع المرات انت هتجيب رقم اعلى من اللي فات من 0 ل 100. وده الاهم، العربيه دي رياضيه جدا جدا وسريعه جدا جدا وبتتساق. مش عايز اقول اسماء براندات ثانيه، لونش في الثاني في الثالث خلاص العربيه سخنت، الفتيس مش قادر، سيبني ابرد شويه، كويس. فهي عربيه رياضيه تسوقها كل يوم، تروح بيها اي حته تتخيلها وتعمل بيها كل اشكال الرياضيه من غير ما تبوظ ومن غير ما يبقى الموضوع مكلف ومقرف، وبعد ما بتخلص انبساط تتكلم الونش تيجي يشيلك. العربيه يا جماعه سريعه فشخ، سريعه بشكل انتم مش متخيلينه. الشكل اللي يخلي حد زي مات واتسون مثلا او جيرمي كلاركسون او يقول ان العربيه سريعه جدا جدا لدرجه بتوجع البطن. او يعني مات واتسون قالش وقال لك ان انت تحس ان عينيك بتخرج من مكانها ومش عارف ايه وبتاع. لا هو قالها في حوار الفرامل. خلاص فكك من ده، هقول لكم على حوار الفرامل برضو. مش عارف انتوا شايفين الكاليبرات من عندكم ولا لا، بس دي كربون سيراميك 10 بستن. 10 بستن هنجيلها ده لسه اللي ورا كمان. بس فده يعني بالنسبه عن الموتور. خدنا نفسنا ايدينا شويه اكلمكم. معلش يا جماعه اعذروني برضه ان انا بتكلم على فكره صورت عربيات اغلى منها بكتير جدا واسرع منها، او اقوى منها، مش اسرع منها، اقوى منها بكتير، وممكن اسرع منها في التوب سبيد واغلى منها بكتير. بس هو المشاعر هي اللي بتحرك الحلقه دي. طيب تعالوا نتكلم برضو يعني برضو من ضمن البنود بتاعت عمليه الاعطال والاعتماديه ومش عارف ايه، تفصيله مثلا صغيره جدا جدا. العربيه دي البطاريه اللي فيها من الليثيوم ايون. الليثيوم ايون ده يا جماعه نفس الماده اللي موجوده في الموبايل بتاعي وبتاعك، اللي بيقعد 3 و5 سنين بتشحنه كل يوم مره مرتين حسب استهلاكك وهي عايشه تمام التمام. البطاريه الليثيوم ايون ديت حجمها اصغر من اي بطاريه تانية العاديه بحوالي 20%، اخف منها في الوزن بكتير جدا جدا جدا، والاهم بقى ودي نقطه محوريه جدا، عمرها الافتراضي اكتر من البطاريه اللي بتقعد 2 ولا 3 سنين 7 اضعاف. انت ممكن تشتري العربيه دي وتقعد معاك 20 سنه بنفس البطاريه، وهي عربيه رياضيه مش مطلوب منها الكلام ده، بس تربو اس بيعرف تعمل الحاجات دي، او بورش عموما بيعرفوا يعملوا الحاجات دي. فهي رياضيه وانبساط بس هتقعد معاك سنين كتير من غير صداع من غير قلق. الناس معاها عربيات مثلا سوبر كارز زي مثلا فيراري ولا مش عارف ايه، بيشيل هم كل مره بيدور فيها العربيه. والله العظيم ده بجد، خصوصا موضوع البطاريات ده بالمناسبه، يعني بتاكل بطاريات عملت فيها العربيات ديت يعني. الجنريشن ده ال 992 حل مشكله كانت محوريه جدا في التوربو اس. قبل كده
ما كانش مسموح لك ان انت، او ما كانش فيه اصلا اوبشن ان انت تطلب العربيه باكزوست رياضي. كويس. دي اول مره التوربو اس يتقدم فيها اوبشنال موضوع ان انت تجيبها باكزوست رياضي. العربيه ديت فيها اكزوست على شكل بيضاوي اوفل باللون الاسود، شكله جامد جدا، وحل مشكله الصوت شويه، مش قوي. صوتها حلو مبهر، لا دي يجي منها صوت احسن من كده بكتير. الاكزوست بيخش لك جوه الصوت، وفعلا صوتها حلو وجميل وزي الفل. بس دي انت بطريقه السواقه دي وبالاكسلريشن ده وبالاحساس اللي بيوصلك في السيتنج بوزيشن، ولسه هنخش جوه نتكلم عن الموضوع ده، انت مستني صوت احلى من كده بكتير. عموما ال 911 توربو اس بشكل عام، بس مش دي، فيها برضو اوبشنال اللي انت بتنزلها بليفتنج سيستم كده، بترفع وش العربيه. بما ان انت هم عارفين العربيه دي تقدر تستخدمها كديلي رايد على فكره، تسوقها كل يوم وفي اي حته وبتاع، بتقدم اوبشنال بليفتنج سيستم كده قدام، بيرفع وش العربيه حبه حلوين لغايه سرعه 35 كم في الساعه. بعد كده العربيه اوتوماتيكلي بتوطى تاني وتنزل على الارض، يعني عشان لو انت شايف اي بامبي رود كده وبتاع، لو في مثلا حته مكسره مش عارف ايه بتطلع مطلع مش عارف الكلام ده كله، يعني بطبيعه ان انت برضه هتسوقها كل يوم زي ما انا بقول لكم. طيب الايروداينامكس اللي في العربيه دي، الايروداينامكس كتير جدا، مش عارف يعني. استنوا هنزل لكم لان انا حاسس ان انا بنزل من فوق قوي، 185 سم عموما يعني. في هنا مش عارف شايفينه ولا لا، في هنا سبويلر قدام. السبويلر ده بيفتح، او بمعنى صح دي 3 وضعيات، ريتراكتد كله مقفول كله. الوضعيه الثانيه ان هو بينزل من على اليمين وعلى الشمال، والوضعيه الثالثه والاخيره ان هو بينزل من الثلاث اجزاء. ده بيعمل داون فورس رهيبه، فتحات الهواء عملاقه في العربيه دي، من قدام في الاكسدامات، في الجنب من هنا، شايفين دي؟ ده مسار هواء، ده ممر هواء. والاهم كل الفتحات اللي قدام ديت مسمعه معايا هنا كده، اوكي؟ طيب دي بتوصل الهواء بتاعها فين؟ على الكاليبر الفشيخ ده. العربيه فيها فرامل قدام من الكربون سيراميك 10 بستن، 10 بساتم قدام، ورا كربون سيراميك 4 بساتم. اللي معاه فرامل اماميه 4 بساتم بيمشي مش شايف حد قدامه. انجس وات هو حقه، لان 4 بساتم قدام ده رقم محترم جدا. 10 بساتم هو اللي رقم مش عادي، مفيش عربيه فيها 10 بساتم. العربيه البرفورمانس بتاعها خرافي، خدها 200,000 كورنر ورا بعض، اطلع اجري وفرمل واجري وفرمل 100,000 مره. لا فرامل هتسخن، لا ادائها هيقل، لا هتيجي مثلا في ملف هتلاقي الفرامل مش جايباك، كل ده مش هيحصل. عربيه متوجهه للرياضيه بشكل غريب. طبعا هنا في شويه خطوط وبتاع في العربيه دي، الحاجات دي يعني مش مبهره في عربيه زي دي، عادي قشطه. في هنا سايد سكيرتس، انا لسه في الفريم يا يوسف ولا اكمل ولا ارجع ورا؟ طيب ماشي. في هنا فتحه هواء، ده الانتيك بتاع العربيه، ده مدخل الهواء بتاع الانتيك. بغض النظر عن الفخده الكبيره جدا ديت، من كتر ما هي كبيره فهي عاملين لها بروتكشن لوحده، من كتر ما هو عريض جدا طالع من العربيه فهو بيخبط فيه حاجات كتير. يعني المهم ان كل الطرق الهوائيه بتؤدي الى روما. دي روما دلوقتي، ده الانتيك الاول، وفي واحد تاني زيه هناك. الهواء بيكمل لغايه السبويلر الكبير جدا. انا لسه باين معانا مش مهم نحط لكم بيه رول. السبويلر اللي هنا كبير جدا، ليه وضعيات كتير جدا، حسب انت حاجه بقى سبورت بلس بقى ولا انديفيدوال ولا ايبز ولا سبورت ولا ليه وضعيات كتيره جدا. واهم وضعيه فيه لما بتفرمل السبويلر ده بيقلب بيتفتح تماما علشان يعمل معاك فرامل هواء اللي ورا واللي قدام الاثنين مع بعض، بيخلوا العربيه ديت تفرمل من سرعه اعتقد كان 70 ميل او 80 ميل حاجه كده، برضه هتشيك الرقم يعني بالظبط، حوالي 37 متر which is اكتر من 100، حوالي 120 سرعه 120 كيلو متر بتفرمل من 120 لصفر حوالي 37 كيلو. ده رقم فشيخ. anyway في فتحات هواء كتير جدا. الفتحات ديت بقى انت عندك مدخلين هواء للموتور، الموتور ورا هنا اهو، كويس. طبعا هو انت مش هتشوف منه كتير لان هو متقفل تماما. دول اول فتحتين هواء بدخل الموتور اللي هم اللي على الجنبين، والتانيين اللي هم تحت السبويلر على طول. دول بيخشوا يدخلوا الهواء للموتور اللي موجود هنا، بيطلع الهواء بعد ما ياخد بقى السخونيه كلها، يقوم جاي طالع من ورا. يطلع منين؟ من الفتحه اللي جنب الاكزوست ديت، فتحه مهيبه عملاقه كبيره جدا، والفتحه اللي في النص بالظبط. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ للايروداينامكس بس. احنا لسه ما اتكلمناش عن حاجه جديده، نطلع تاني بقى قدام نتكلم عن الاكستيريور بتاع العربيه. استنى ناخد نفس وقت. بالرغم من ان الجيل الاول من بورش 911 ظهر من 61 سنه، الا ان 911 دلوقتي بتحمل نفس الخطوط العريضه بتاعت الديزاين اللي ظهرت بيه اول جيل لغايه النهارده. من 61 سنه العربيه ما قدمتش ومش هتقدم. بقلش واقعد اقول بقى دي بيتل وبيتل سريعه واللي هي الفولكس البيتل الكونفيسور بتاع، فكك. العربيه شكلها حلو، حلو جدا جدا على الحقيقه، وممكن دي تكون من اجمل عربيات تشوفها في حياتك. يا عم بيتل خلاص شكلها حلو زي القمر. بشكل عام عربيه فيها ستاندرد كشافات ال اي دي ماتريكس، النور بتاعها
اكيد خرافي يعني. بس مش الستاندرد بقى، او اللي مش ستاندرد، ان هي من هنا كده بلاك داون، ده اوبشن بفلوس كتير. ده بالنسبه للكشافات. الجنوط بقى، الجنوط ده اكسكلوسيف. قدام الجنوط 20 بوصه طبعا عشان تقدر تستوعب حجم الكاليبرات الغريب ديت. الجنوط اللي ورا 21 بوصه. الكاوتشات 30، البروفايل بتاعها 30 حاجه يعني ايه، كاوتش كده ايه يا دوب. 310. اي نعم الكاوتش بيعمل نويز عاليه جدا جوه وانت سايق، بيعمل صوت دوشه عالي جدا جدا، بس دي تقريبا ممكن تبقى احلى نويز هتسمعها في حياتك. يعني مين لاقي كاوتش 310 في حياته؟ بشكل عام العربيه الشاسيه بتاعها مونوكوك. مونوكوك اللي هو دي كده ايه لوحدها كده. معمول من ايه بقى السبيكر دي؟ معموله من الصلب ستيل عادي يعني، ومعاها الومنيوم. الومنيوم وصلب وبتاع وخفه وزن ومغنيسيوم. مغنيسيوم اللي ما يعرفش معدن، خفيف جدا وقوي جدا جدا. العربيه دي على قد ما هي خفيفه بشكل يعني مخيف، الا ان اهم حاجه فيها هو السنتر اوف جرافيتي يكون اقرب حاجه على الارض. هي عربيه معموله ان هي عشان تتساق، فالعربيه ديت الكوكبيت بتاعتها خفيفه جدا جدا، قويه جدا جدا، والسنتر اوف جرافيتي تقريبا ممكن يكون الكاوتش ده حاجه زي كده يعني. فبشكل عام العربيه غريبه رهيبه. من ضمن برضه الحاجات اللي مخليها البرفورمانس بتاع العربيه مرعب ومخيف ان هي فيها توجيه خلفي للعجلات معقد جدا جدا. فيعني كان يعني كانت ناقصه يعني. عموما هي فيها توجيه خلفي للعجلات بتاخد الملفات. يعني العربيه دي بجد 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 يعني متعتها على التراك حاجه ثانيه تماما غير الاكسلريشن. هي ممتعه جدا في الاكسلريشن، قربان نبله، بس ستيل في الملفات حاجه. الانتيرير هو اكتر حاجه هتحتك بيها في العربيه دي. لوجيكلي قاعد جوه بتاع فخلاص يعني. اول حاجه طبعا هتقابلها هو الكراسي الرياضيه دي. بصوا يا جماعه العربيه بتقدم بثلاثه 3 اوبشنز من الكراسي. الستاندرد العادي، بعد كده لما بتحاول يعني ايه ترقي الدنيا شويه بتبقى معاك السبورت سيتس ديت اللي احنا فيها، اللي بتتحرك في 18 اتجاه علشان توصل لاحسن وضعيه قياده انت عايزها. طبعا انا لو هسوق عربيه مش هسوق بالوضعيه العاليه فشخ دي. انا يوسف هو اللي عايز نقعد كده عشان الكادر مش اكتر يعني. بس انا لو هسوق فعلا انا هنزل دي هتلاقوا يعني الباب ده او نهايه الازاز عند وداني مثلا ولا حاجه كده. الاهم ان الكرسي ده سامح لك تعمل حاجه زي كده، ان حد في طولي 185 سم يقعد ابقى فارد رجلي تماما كاني قاعد في عربيه اف 1 كار. لا دي حاجه انا اول مره في حياتي اختبرها. العربيه دي الكرسي بيقدر ينزل ويتحرك ويرجع بشكل غير عادي، بتوصل فعلا لاي وضعيه قياده انت عايز توصل لها، ودي حاجه جامده ومريحه جدا يا جماعه بشكل انتوا لا تتخيلوه. الكراسي دي طبعا برقم كبير يعني، وفكره ان هي جلد عموما او معنى اصح بقى الانتيرير الجلد الجميل اللي احنا فيه دوت. انا مش هقول لكم اسعار كتير عشان يوسف مش موافق. انا هقول لكم ايه سعر حاجه واحده بس. الجلد اللي في بتاع دي اسمه ليذر اكسكلوسيف مانيفاكتشر، سعره $15,900. بكام مصري ما اعرفش النهارده غير بكره انتوا طبعا. فشوف بقى انتوا بتتفرجوا يعني امتى بالظبط على الساعه كام يعني على الفيديو ده وقولوا لنا انتوا الانتيرير ده قاطع معاكم كام النهارده يعني. الانتيرير الجلد ده غالي جدا جدا، وتقريبا اكبر بلك فلوس انت تدفعه في العربيه دي. بس لو انت متخيل ان هو البلك الوحيد من الفلوس اللي هتدفعه فانت غلطان. عد معايا الحزام الاصفر ده. العربيه فيها حزام اصفر وستيتشنج باللون الاصفر، فده بسعر، والستيتشنج اللي باللون الاصفر بسعر تاني. فين تاني اصفر في العربيه؟ هتلاقي مثلا هنا رينج كده باللون الاصفر على اعداد الار بي ام اللي في النص، بما ان دي يعني اهم حاجه في العربيه الار بي ام بتاعها يعني. وفكروني اقول لكم على حاجه على حوار الار بي ام ده. الرينج الاصفر ده بفلوس. طب هتلاقي رينج اصفر فين تاني؟ الساعه اللي في النص دي اللي هي اصلا مش ساعه. المهم الرينج الاصفر اللي هنا غير اللي هنا، معلش ده بفلوس ده بفلوس. الساعه اللي مش ساعه دي اصلا بقى ايه؟ الساعه دي يا جماعه هي عباره عن عداد ثواني. عداد ثواني دوت بيحسب لك اللاب تايم، بما ان هي عربيه يعني ايه بتاعه تراكات وبتاع، فهو يحسب لك اللاب الواحده واقفه عليك بكام ثانيه يعني. الار بي ام، عدد الار بي ام طبعا زي اي عربيه رياضيه، مش فكره تربو اس يعني. اي عربيه رياضيه طبعا تركيز بيبقى في الغالب على الار بي ام، فهو هاتولك في النص كده شكل بيت قربان. المهم العربيه دي يا جماعه بتقدر تلف لغايه 7250 لفه في الدقيقه. انا شايفها سكريمر. هي مش اعلى سكريمر في الدنيا، مش 9000 لفه يعني، بس صوتها بيعلى. المهم بقى ايه، لو انت عايز بقى العربيه دي او اي عربيه فاخره او عاديه او نص نص ما بين الاثنين، الرقم اللي ظاهر قدامكم على الشاشه في اي حته من الفريم الواسع بتاعنا ده اتصلوا بيه. عندك بقى بورشات، بي ام دبليوز، مرسيدس، رولز رويس، بنتلي، اي حاجه انت عايزها الو موجوده على طول. مش موجوده نجيبها لك، مش قصه. الطاره الجي تي
الطاره الجي تي دي، الجي تي كونها اصلا ان هي جي تي ده بفلوس. طب هي جلد بفلوس تانية، الاهم ان هي فيها كربون فايبر اكسبوزد كده قدام عينيك، وتمن مسامير، وشكلها تحفه، مسكتها تحفتين. البادل شيفترز المعمولين من المغنيسيوم، مغنيسيوم معمولين من المغنيسيوم، جامدين جدا، كليكي جدا. هم مش فيكسد، كنت اتمنى ان هم يبقوا ثابتين كده في الطاره فيكسد وبتاع، بس مش مهم، براحتك اللي انت عايزاه والله يا قمر. فهي الطاره جامده جدا. ايه تاني برضو من ضمن الحاجات اللي انا يعني اتسمح لي اقول سعرها؟ الطفايه الجميله ديت اللي هي سموكينج باكج. الطفايه ديت ب 100 يورو، دولار، ب 100 دولار، 5000 جنيه النهارده. ما اعرفش يعني، ممكن نجيبها من اي حد. مش ب 5000 جنيه يعني. الاهم برضه من ضمن الحاجات يعني اللي بفلوس. بص شايفين انتوا الريست اللي هنا ده؟ الريست ده كونه تكس، ده بفلوس. بالراحه، واحده واحده، عد معايا. تكس ده بفلوس، ستيتشنج باللون الاصفر بفلوس تانية، عليه كلمه بورش مكتوبه كتابه مش شعار، بفلوس تالتة. فيعني انتوا هتلاقوني بسال يوسف كل شويه عشان هو مطبق على الكونفجريتور او مش مطبق على الكونفجريتور معاه. فهتلاقيه يا عيني ايه، قاعد جوه العربيه. يعني هو العربيه دي عملها كذا مره قبل كده. مش اول مره يعني يختبرها. لو تاخد بالك من هنا تكس، بس من هنا جلد عادي قشطه. بصوا يا جماعه، انا في الطبيعي بشكل تقليدي يعني في اي عربيه تقليديه كلاسيكيه من العربيات العاديه اللي انا بصورها، هتقولي بقعد اقول لكم بقى الانفوتيمنت سيستم مش عارف ايه. فكك يعني، مش دي العربيه اللي انت هتركبها وتشغل مزيكا بجد والله. العربيه على فكره فيها سبيكس من جوه يعني، بص. بس انا فعلا لو هركب العربيه دي انا مش هشغل مزيكا وانا ماشي فيها ابل كار بلاي يا عم، وفيها شاشه كبيره عريضه وساوند سيستم بيرمستر وبتاع. فك بجد فك يعني. انا اكاد اجزم اللي بيشتري عربيات ممكن يشتريها ويقعد بيها ويبيعها وما يجربش يشغل فيها اغاني ولا مزيكا ولا مره في حياته فعلا يعني. اوفرول انا مبسوط جدا جدا. واتمنى حتى قد ما انا مبسوط على فكره، اتمنى تكون انبساطي دوت واصل لكم تاني. هقولها لكم تاني في الاوترو عشان صورت الاوترو قبل، بس anyway يعني اتمنى فعلا يكون انبساطي واصل لكم، عشان انا فعلا مبسوط ان انا بصور العربيه دي. بس كده. استنى السقف ده معلش لو سقف عادي قشطه تمام، ده كده الستاندرد، هو ما بيتفتحش. طب لو فتحه سقف فتح بس عاديه مش ازاز، كنا بس يعني بتتفتح بس كده، ده بفلوس. طب كنا بتفتح وازاز، ده بفلوس تالت. في بقى قصه بقول هي بقى كربون فايبر برقم ثالث ورابع وارقام كبيره جدا. اوفرول السبيكس بتاعت العربيه داع. وبكده نكون وصلنا لنهايه اهم واجمد حلقه انا صورتها في حياتي. انا شغال بقالي 8 سنين، كتير عجوز والله، انا قبل حاجات كتير يعني بس ما علينا. بس دي احلى حاجه انا صورتها في حياتي ومبسوط بيها جدا. وانا اتمنى مشاعر الانبساط والسعاده اللي انا فيها دي تكون واصلاكم، حاسين احاسيسي اللي انا حاسسها وانا واقف جنب العربيه. وانا مش منبهر والله، مش فكره ان هي عربيه غاليه، صورنا اغلى منها بكتير، بس هي يعني فاهم انت، اكيد فاهمين انتوا. اتمنى تكونوا اتبسطتوا، واتمنى اجي في يوم من الايام اقوم جاي قايل ان ديت خلاص بقى نزلت المرتبه الثانيه، بقت تاني احلى حلقه في حياتي، والحلقه رقم واحد بقى ان انا سوقت العربيه. فاهم؟ او تبقوا هما الاثنين رقم 2 و3، الحلقه رقم واحد ان انا اشتريت العربيه دي. هو نوز، مين عارف، ممكن نجيب تربو اس بعد 20 سنه ولا حاجه، نقعد نصور لكم تربو اس حلقه بقى جبت عربيه احلام حياتي وبتاع. هعمل لكم فلوج وانا رايح اجيب عيش بالتربو اس فعلا زي ما يوسف بيقول. انا اكونوا انبسطتوا معانا بجد، مبسوط جدا، واتمنى الانبساط ده يكون وصل لكم. وبس لايك وسبسكرايب وحركات واللي انتوا عارفينها يعني. بس المرايه، طب استنى معلش خلصنا المرايه يا جماعه. شايفين المرايه كاربون فايبر طالعه في الكادر دي غاليه جدا جدا. هنعمل لكم ريل منفصله ان شاء الله عن موضوع المرايه، او بشكل عام الادونز الغاليه قوي اللي في العربيه دي، بس كلها بقى ايه، ارقام 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 كاتبينها في نوته كده. اما اخلص هصورها.